السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان. شايفين الفول الجميل ده؟ هنعمله بقى لزوم السحور. شايفين لونه وقوامه في منتهى الجمال. هنعمله بطريقه سهله جدا في البيت. يلا لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتحطي لايك للفيديو. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه والمقادير. معانا هنا نص كيلو من الفول البلدي، لازم يكون بلدي طبعا. شايفين لونه فاتح ازاي؟ وهتنقعيه من بالليل كده في الميه، هتجيبيه وتغسليه غسله حلوه قوي وتنقي الفوله اللي مش حلوه كده فيه، وتنقعيه من بالليل. هنيجي تاني يوم الصبح زي ما انت شايفه كده، انا صفيته من الميه بتاعته وحطيته في الحله الالومنيا بتاعتي. لو انت ما عندكيش دماسه عادي تحطيه في الحله تكون الومنيا. خلاص كده، وجبت نص كوبايه من العدس الاصفر، غسلتها وصفيتها وبدات اضيفها للفول بتاعي زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هنضيف نص كوبايه من الفول المدشوش. الفول المدشوش ده اللي احنا بنعمل بيه الطعميه او بنعمل بيه البصار. زي ما انت شايفه كده، كل المكونات طبعا بتاعتنا مغسوله ومتصفيه كويس قوي. وبعد ما هنضيف الفول المدشوش بتاعنا ده، هنجيب كده ربع كوبايه من الرز او معلقتين ثلاثه كده من الرز، معلقتين اللي احنا بتاعه الشوربه او بتاعه الاكل يعني. ونكون غاسلين الرز ونضيفهم للمكونات بتاعتنا. يبقى احنا عندنا فول وفول مدشوش وعدس ومعلقتين كده 3 من الرز. زي ما انت شايفه المقدار بسيط خالص. الرز ده فايدته ان هو هيتقلك القوام بتاع الفول، والعدس هيديله قوام ولون. وطبعا الفول المدشوش بيديله قوام بيتقله اكتر، علشان طبعا الفول لوحده مش هيدينا سمك للميه وهتبقى الميه خفيفه. خلاص كده، بعد ما حطيت العدس والفول المدشوش والرز على الفول بتاعنا، هبتدي اجيب بقى معلقه كده صغيره او معلقتين زي على حسب نوع البابريكا اللي عندك. انا البابريكا اللي عندي غامقه، فما حبيتش اضيف كتير عشان ما تغمقليش الفول بتاعي. وبعد كده هجيب معلقه صغيره من الكركم، وهضيفها ان شاء الله للمكونات اهيت معلقه صغيره خالص، علشان ناخد اللون الاصفر الجميل ده اللي احنا بنشوفه عند بتاع الفول او عند المطاعم. بعد كده هنجيب بقى يا ستي، لو انت عندك ليمون هتحطي ليمونه، هتقطعيها كده 4 ارباع بس ما تقطعهاش على الاخر. ولو ما عندكيش هتجيبي رشه كده بسيطه من ملح الليمون وتحطيها. ومعلقتين صغيرين من السكر انا ضفتهم زي ما انت شايفه اهو. ملح الليمون زي ما انت شايفه رشه بسيطه خالص. ما عندكيش ملح ليمون هتحطي يا ستي ليمونه تقطعيها 4 ارباع زي ما بقولك كده، وتحطيها للمكونات بتاعتنا. وبعد كده هتكوني بقى انت مسخنه ميه في الكتل او ميه في الحله بتاعتك على البوتاجاز، وتبتدي تنزلي بيها على الفول زي ما انت شايفه. انا بوريكي الحاجات الاضافات اللي انا حطيتها في الحله. وخلاص كده هبتدي انزل بالميه السخنه بتاعتي زي ما انت شايفه، وهبتدي احطه على البوتاجاز. واغطيه طبعا بغطا يكون كويس او مكبوس. وهبتدي اول ما يبتدي يغلي كده غلوتين حلوين يعني مدة ربع ساعة، ابتدي اروح موطية عليه النار شمعة خالص خالص، واسيبه بقى كده مع نفسه. واحاول ما افتحش عليه الغطا بتاعه كتير. يعني هو هياخد معاكي بالظبط كده 4 5 ساعات على نار هادية. ما تخافيش، مش هياخد يعني غاز كتير ولا حاجة، بالعكس احنا موطيين البوتاجاز عليه علشان يستوي ويتهري مننا، وكمان ما يشيطش منك ويتلسع ويبقى ريحته شياط. انا هنا غيرت الحله لان حسيت ان الحله التانية الغطا بتاعها مش مكبوس قوي عليها. انت لازم تكون الغطا بتاع الحله يكون حلو ومكبوس. فغيرت الحله، ويعني نقلت المقادير في حله الغطا بتاعها يكون مكتوم. زي ما انت شايفه كده، بعد مرور 5 ساعات بقى بالشكل اللي انت شايفاه والقوام انت كل كده ساعة ساعة ونص كده بتبتدي تكوني مسخنة مية في الكاتل او على البوتاجاز بتاعك، وتبتدي تضيفي شوية شوية علشان ما يبقاش يعني صايص قوي منك، لا يبقى السمك بتاعه والتقل بتاعه حلو زي ما انت شايفة كده. وتاكليه ان شاء الله بألف هنا وشفا يا رب على قلبك. ويا رب تكون الطريقة سهلة جدا وعجبتك. ولو انت بقى مش مشتركة في القناة ما تنسيش تشتركي وتدعميني. واشوفك على خير ان شاء الله. فيديوهات جايه كتير، وكل سنه وانتم طيبين. واتمنى يا رب تزوروا القناه بتاعتي وتشتركوا فيها. وعندكم وصفات حلوه قوي رمضان. احنا عاملين مع بعض الزبادي وعاملين مع بعض كمان الطعميه. يعني ان شاء الله سفره رمضان باذن الله، سفره السحور هتلاقيها عندي في القناه. ما تنسيش تشوفيها وتجربيها وتقولي لي رايك في التعليقات في الوصفات بتاعتي. زي ما انت شايفه اللون جميل وحاجه كده يعني مش قادره اوصفلك. طبعا اكل نضيف احنا عاملينه في البيت بايدينا، وحاجه تشرف وحاجه جميله جدا، وكمان توفير جدا. واشوفك على خير، فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.